يا صباح الخير، تعالوا نعمل قطع جاتو كتير من غير بيض ولا لبن ولا حتى شوكولاته. في الاول كده علشان اختلاف انواع الدقيق استخدمت كوبايه ونص من الميه وعليهم كوبايه من السكر، نص كوبايه من الزيت، معلقه كبيره من الفانيليا. وبعد ما دوبت السكر كويس هنزل عليه بكوبايتين ونص من الدقيق المنخول، معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، معلقه كبيره من البيكنج باودر، رشه من الملح، معلقه كبيره من النسكافيه، ونص معلقه صغيره من البيكنج صودا. ولما اقلب الخليط مع بعض كويس جدا هلاقي ان القوام بتاعه تقيل، فهزوده ربع كوبايه ميه وبعدين هقلب تاني وهلاقي القوام تقيل وهزوده 3 معالق كبار من الميه. يعني اجمالي الميه كوبايتين الا حاجه بسيطه. وبعدين لما قلبت كويس حطيت معلقه كبيره من الخل واستخدمت صاج 30 في 40 وهيدخل على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص لمده نص ساعه بس مش اكتر من كده. ولما يطلع ويهدى سقيته بنص كوبايه من الميه وعليها معلقه كبيره من الكاكاو. وللكريمه استخدمت كوبايه ونص من الميه المتلجه وعليها كوبايتين من الكريم شانتيه. ولما يتقل حطيت عليه 4 معالق كبار من صوص الشوكولاته الاقتصادي ومعلقه كبيره من الكاكاو الخام والصوص الاقتصادي، والطريقه بالتفصيل تحت الفيديو. بس كده.